مساء الخير، مساء النور عليكم. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير مع فيديو جديد مع مغزة فلوق كيف العاده. هاد البتيت فيديو صراحه بديتها لكم من برا. هاد النهار كان عندي بزاف ما يدار، خرجت مشيت للسوق. انا راه من الناس اللي عزيز عليا السوق، ورجعت. وخليكم معايا، راه الفيديو فيها بزاف ديال الحويجات زوينين. خليكم معايا، غادي نبارطاجي معكم صراحه واحد الحاجه صوبتها في الدار، ولكن ما تضحكوش عليا وما تنمروش عليا، حيت اول مره غادي نصايبها. وانا كما كتشوفوا انا راه عزيز عليا الاسواق الشعبيه الصراحه، الاسواق اللي خداهم علينا. واخا الصراحه ما بقاوش بزاف غاديين وكينقرضوا. واخا ما كنبغي ناخذ حتى شي حاجه كيعجبني نمشي نشوف اختراع ونشوف الاجواء، نشوف حويجات. ماشي صراحه كيعجبني هاد الاجواء ديال الاسواق الشعبيه. انا من الناس اللي عزيز عليهم بحال هاد الشيء هذا. ورجعت كما كتشوفوا. وريتكم واحد الروينه كانت عندي، بغيت ندير لكم هذيك زعما ديال فرمشة عين، راه كلشي تصاوب. ولكن صراحة غسلتهم وساليت باش ندوز نصاوب معكم الحاجة اللي قلت لكم. غادي نصاوب واحد لاطاغت ديال عيد ميلاد. وانا من الناس اللي كنخاف صراحة من الماكلة ديال الزنقة. كنت كنشري لي طاغت وكنت ما خليت ما شريت، ولكن دابا بيني وبينكم ملي بقينا كنسمعوا هادشي ديال لقاو فيها السكر، لقاو فيها الزاج مطحون، لقاو فيها، وكنخاف على وليداتي. واحد من وليداتي كان عنده لانيفرسير، وقلت غادي علاش لا ما غاديش نصاوبها ونتعلم منها، حتى انا نتعلم. صراحه جات بنينه في المذاق، ولكن الدغيساج كان الله معاه مسكينه. هاد الحلوات كرفست عليها صراحه. راكم عارفين الوليدات، وكي واحد يغوت لك من هنا واحد من هنا وستريس، هما واقفين عليا وانا كنصاوب فيها. ولكن صراحه في المذاق جات رائعه، وحق الله العظيم زعما ماشي كنشكر لكم راسي، ولكن جات زوينه ناقصه في السكر وبهاد النكهه ديال القهوه كما شفتوا. وغا بارطاجيتها معكم وصافي، بغيت نشارك معكم الروتين ديالي وصافي. وما راه تبارك الله كاين اللي شاف اللي كيصاوبوا هذا الشيء. كما قلت لكم راه كاين الناس اللي عندهم اختصاص في الحلويات، ولكن عجبني نصايبها في الدار ونصايبها على يديا ونفرح بها وليداتي. وطلعت عليا اقل في الثمن وزوينه في المذاق. كما قلت لكم غير الدغيساج هادشي اللي عطا الله، قبلوا عليا وصافي. المهم هنا كما شفتوا كناخذ واحد نسيطرة الحليب، كندير معاه واحد القهوه ديال سريعه الذوبان، واحد ساشيه ديال فلون. هذه واحد لاكريم غادي نخلطوها مع كريم شانتي، من بعد كتجي زوينه في المذاق. كما شفتوا راني درت نسيطرة الحليب. قلت لكم كندير مع واحد المعلقه كبيره ديال ديال القهوه سريعه الذوبان مع نسيطرة الحليب، ومع واحد الساشيه ديال فلون ديال الشوكولات، وكنديرهم فوق العافيه حتى كيطلع فيهم الغليه، وكنخليهم في هذيك السوبيره كما شفتوا. غادي نحطهم في الجنب، غادي نخليهم حتى يتبرد شي شويه، وغادي ندخلها للثلاجه. وهنا كناخذ البيض. هذه لا جينواز راكم كتعرفوا تصايبوها كلكم، راه كلشي كيعرف يصايب جينواز. غادي نقسم غير البيض الصفر مع البيض، وغادي نطربو مزيان. ندير فيه واحد قبيصه الملحه مع نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر. صراحه ما جاتش حلوه بزاف في المذاق، كما قلت لكم جا المذاق معتدل ديال القهوه مع السكر، جات رائعه. كما شفتوا طربته مزيان حتى طلعت فيه ديك لاموس، وغادي نحيدو. غادي نطرب الصفر، درت معاه حتى هو قبيصه الملحه. نفس الشيء اللي درت مع البيض غادي نديرو مع الصفر. غادي نطربو حتى هو حتى نطربو مزيان. غادي نخلط هادوك الجوج المكونات اللي درت في الاول ديال البيض مع البيض ديال البيض مع الصفر ديال البيض، وغادي ندخلهم للفران. غادي نزيدهم الدقيق، سمحوا لي، غادي ندخلهم للفران. غنزيدهم الدقيق والشوكولات، متبكيوش عليا، يعني ما مولفاش بهادشي ديال الحلويات. كنا عارفين نصايبهم وصافي. المهم راني تعلمت، ما قلت لكم راه غير بغيت نتعلم حتى انا وصافي، ونصايب شي حاجه في الدار لوليداتي. وكما قلت لكم ولينا تنخاف، وكتخاف تشري شي حاجه من الزنقه، مبقاتش الثقه باش تاخذ شي حاجه. انا مؤخرا ولا كيعجبني اي حاجه نصاوبها في داري، ما ناخذ حتى شي حاجه على برا، لان كونتي كتخاف. والوليدات الصغار ما صالحش لهم اصلا هادشي ديال الحلاوي بزاف، كنصايبها لهم مره. كما شفتوا داك الصفر باش تحيد من ديك الزفوريه ديال البيض، ضفت ليه حتى هو كاس ديال السكر. هاد الوصفه صراحه راني شفتها وقيله في يوتيوب ولا ما عقلتش في انستغرام، غير هو ضفت عليها شي حوايج ديالي انا، شي حوايج درتهم شي حوايج ما درتهمش من داك الوصفه اللي شفت. هاد القهوه جات المهم بنينه مع هاد، حيت ديك زهره البرتقال ديال الساشيه راه هي درتها، ولكن ما كنديرهاش كامله، غير كنسم بها البيض والصفر.
ما درتش كاع سكر فاني، ما كانش متوفر عندي، راه قضيت بداكشي اللي كان عندي، لا في لي زاكسيسوار باش تخدم، لا بوش ما كانتش عندي. داكشي كيما شفتوا داك لا كريم في الاخر غادي يبان لكم سايح. المهم ما تضحكوش عليا وصافي، هادشي اللي كاين. ولكن صدقوني راه في المذاق جات بنينه، ما كرهتكمش تذوقوها وغادي تحكموا عليها، ما ديوش على الشكل، لان الشكل بينه وبين جات زوينه بزاف. كان ناقصني شحال من حاجه باش نخدم بها، وديبانيت بداكشي اللي عندي كما قلت لكم. وحتى في المقادير درت اقل ما يمكن وزوينه. هانتوما شفتوا ضفت الشوكولات من ساليت هذه، غادي ندير لها الطحين حتى هو. داك الدقيق عندي ديجا مغربل، غادي نضيفوا لهذاك داك الخليط وغادي نحركو مزيان حتى ينسجم مع بعضياتو، وغادي ندخلو الفران جينواز. راكم كتعرفوها دغيا كطيب، كتاخدش معكم بزاف ديال الوقت في الفران. الا كان عندكم ديال الدوره درجه الحراره كديروها عاليه كيكون شاعل من قبل. كان ديال الغاز نفس الشيء كما شفتوا. غادي نحركها مزيان صافي، ومن غادي نخرجها راه غادي نسقيها حتى هي بنفس الشيء. غنسقيها بالقهوه نيت اللي غادي نذوب عاوتاني القهوه، غنعمر واحد الكاس غادي نحطو حدايا وغنبدا ندريسيها ونسقيها بالقهوه. غنوجدها باش من نخرج لا جينواز ديالي تكون واجده. كما شفتوا هاد السوبيره صراحه ما قنعتنيش. الدقيق كما قلت لكم من النوعيه الجيده، الدقيق الابيض، ولكن ديجا راه عندي مغربل في داك التبصيل. وغادي نجبد واحد البانيو كبير حيت هاد لا سوبيغ هادي صغيره ديال الزاج ما كفاتنيش. منين ولا الخليط كتير ما عنديش لي سباس فين نتحرك، وانا نجبد بانيو كبير لحقو طريقو واسع، كبيت فيه داك الخليط، خدمت فيه على خاطري حتى ساليته مزيان. حتى المهم كنضيف الدقيق. انا راه ما عطيتكمش المقادير اكزاكت لانني كندير داكشي عيني ميزاني، ما كل واحد راه كيعرف يخدم بالطريقه ديالو صافي. كما شفتوا منين غادي تعقد ليا انا خويتها في اللاطه ديال الفران وغادي ندخلها الفران. كما قلت لكم ما كتاخذش الوقت بزاف باش طيب، واحد ربع ساعه ما كاملاش، كاع 10 دقائق حتى 15 دقيقه الا تعطلات على حسب الفران. وغادي نخرجها وغادي نبقى نطيها معكم. وهنايا بعد ما خرجتها من الفران كما شفتوا، راه الصراحه اللقطه ديال التقطاع ما عرفتش صورتها ولا ما تصورتها، ما رديتش البال، ما لقيتهاش في هذا منين ساليت الطريقه باش قطعتها. المهم كتقطعوها كيف ما بغيتو. انا قطعتها على هذا الشكل باش تجيني في هذا الحجم هذا باش نقدر نحكمها نصاوبها. كما قلت لكم راني ديبانيت بداكشي اللي عندي، ما عنديش هذاك لو سيركل اللي تيدور تحت منها. مونطيتها غير في هاد التبصيل، ومنين ساليت ضربتها ليه بمسحه. نسيت ما قلت لكمش راني كندير الكركاع فوق من لا كريم، كنسقيها بالقهوه وكنحط هذيك لا كريم وكنسرحها من فوق منها، وكندير الكركاع عندي مهرمش، وكنعاود عاوتاني نحط الطبقه الثانيه نفس الشيء، كنسقيها حتى هي بالقهوه وكنوضع هذيك لا كريم، وغادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى غادي نسالي. المهم زوقتها من الفوق بلا كريم والشوكولات. وواحد البسكوي كان عندي بحال اوريو ديال الشوكولات. المهم شنو ما كان عندكم، كما قلت لكم ديبانيت، ولكن صدقوني راه جات بنينه في المذاق، جات ناقصه من السكر وجات في هذيك النسمه ديال القهوه، جات رائعه. وهذا ما كان. وكنتمنى لا فيديو اللي عجبتكم ما تنسوش ديروا لي لايك وديروا اشتراك في القناه، فعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم ومع العائله ديالكم. فعلوا الجرس البنات من هذاك المربع اللي تيكون، هذاك الجرس اللي تيكون من تحت ولا فيديو، باش ديما وقت ما حطيت شي فيديو تكونوا نتوما اولين يوصلكم الجديد، فضلا وليس امرا. تهلاو ليا في راسكم الى فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم، وخليكم على فيديو حتى تسالي تشوفوا التتمه ديال الحلوه كيفاش جات.